السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه ديال دانون مسوس اللي كتجي هائله ورائعه في المذاق. غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا 3 ديال البيضات مع قبيصه ديال الملح، 2 الاكياس ديال الفانيلا، وواحد الكاس ديال السكر. وغادي نخلطوا الخليط ديالنا بالطراب الكهربائي، او يمكن لكم تستعملوا الطراب اليدوي على حسب اللي متوفر. غادي نخلطوا حتى يضاعف الحجم ديالهم. هنا بعد ما تضاعف الحجم ديال البيض والسكر غادي نضيفوا كاس الا ربع من الزيت، قياس كاس العنبه. كنضيفوا الزيت تدريجيا، وغادي نضيفوا كاس ديال الياغورت طبيعي. غادي نخلطوا جيدا. وغادي نضيفوا كاس ونص قياس كاس العنبه ديال الطحين فرص نوعيه جيده. وغادي نضيفوا 2 الاكياس ديال البيكين باودر او خميره الحلويات. هنا كيف كتشوفوا حيدت الطراب الكهربائي، وغادي نستعمل اليدوي بهذا الشكل. هنا كيكون الكيك ديالنا جاهز. غادي ناخذ واحد المول، غادي ندهنوه بالزيت ونرشوه بالطحين، وغادي نفرغوا فيه داك الكيك ديالنا. كنحصلوا على واحد القوام بحال هكا. من بعد كندخلوها للفران طيب، وغادي نحضروا السيرو باش غادي نسقوها. عندي كاس ديال العنبه ديال عصير البرتقال، وعندي 2 الملاعق ديال السكر غادي نديروهم تيغلاو. وهنا بعد ما خرجت الكيكه من الفران غادي نسقيها بداك السيرو اللي حضرت معكم. نحاولوا نسقوها من جميع الجهات حتى كتشرب لينا مزيان. وغادي نضيفوا الكوك. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي سهله واقتصاديه ولذيذه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبصحه والراحه.